ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وشرح جديد من منصة ونكسبت. النهاردة هنشرح اجمل استراتيجية للعبة الطيارة، لعبة كراش في منصة ونكسبت، وهعرفك ازاي تقدر تحقق منها احلى ارباح وما تخسرش فيها خالص يا شباب. تمام. قبل يا جماعة ما نبدأ في شرح استراتيجية النهاردة، عايز اقول لكم ان احنا عاملين مسابقة بقيمة 5000 جنيه، هنوزعها على 10 اشخاص، كل واحد 500 جنيه. شروط المسابقة يا جماعة: انت تكون عامل اشتراك للقناة وتكون مسجل حسابك ببرومو كود ES124. تمام يا جماعة. شروط المسابقة مرة تانية: ان انت تكون عامل اشتراك للقناة ويكون حسابك متسجل ببرومو كود ES124. طبق الشروط وابعت لنا رقم حسابك في البرنامج. في جروب التليجرام هتلاقوا الرابط في الوصف اسفل الفيديو. وكمان يا جماعة بننزل لكم في جروب التليجرام نسبة الحظ دايما، وكمان بننزل أكواد كورة مضمونة بنسبة 90%. تمام يا شباب. وكمان يا جماعة مميزات الكود ده: إن أنت بتاخد مكافأة 200% على أي إيداع بتعمله، وكمان بيخلي نسبة حظك في الألعاب بتصل لحد 85%. تمام يا شباب. فأي حد يا جماعة مسجل بالبرومو كود ES124 يبعت لنا رقم حسابه، وإن شاء الله هيفوز معانا ب500 جنيه يا شباب. تمام يا شباب. يلا نخش يا جماعة في شرح النهاردة كده على طول. هنفتح لعبة كراش، لعبة الطيارة. يلا. احنا حاليا يا جماعة بادئين ب28 ألف جنيه. تمام. احنا يا جماعة كده داخلين الطيارة كده، نجرب كده، ملحقناش ندخل. طيب، بص يا شباب، عايزك تكون واثق بنسبة 100% إن لعبة منصة وان اكسبت معمولة أصلا علشان تخسرك. تمام. طيب، فأنت العب بيها بذكاء. دلوقتي هي ضربت عند 1 و4. تمام. أنا دخلت حاليا ب500. أنت العب بأرقام بسيطة، بس العب بنفس الاستراتيجية اللي أنا بلعب بيها، بس العب بيه أرقام صغيرة. أه، أنا دخلت ب500 وده سحبت عند 1 ونص. حلو أوي 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 الكلام ده. تمام. طيب نكمل يا شباب. دلوقتي منصة وان اكسبت هي اصلا وكل البرامج اللي زيها معمولة علشان تخسرك فلوسك. تمام. طيب، بصوا يا شباب، دلوقتي هي عدت 7، انا كنت داخل ب500، لا انا هنزل ل200. تمام. هنزل ل200 علشان هي بنسبة كبيرة ممكن تضرب تحت 1 ونص وممكن تطلع، بس انا هلعب على الاحتمالية ان هي ممكن تضرب تحت 1 ونص. مفيش مشكلة، طلعت اكون انا كسبت. تمام. اهي ضربت عند 2. طيب حلو قوي. ماشي. انا الدور ده هدخله ب500 برضو. تمام. فانت لازم تلعب بذكاء، العب براحتك، العب بارقام بسيطة، وما تطمعش، العب باستراتيجية معينة وما تطمعش. بقول تاني وهقول للمرة مليون: ما تطمعش. اهي ضربت عند 1 و1. تمام. انا الرقم ده هلعب ب2000. تمام. وهسحب عند 1 و4. تمام يا شباب. عند 1 و4. حلو أوي أوي أوي، كسبنا أهو يا شباب. ناخد أحلى سكرين في الدنيا. تمام. زي ما بقولكم كده يا شباب أهو. يبقى أنت تلعب براحتك وما تطمعش، ما تصلش الاتنين، العب براحتك كده خالص. العب بأرقام قليلة، العب بأرقام قليلة. كسبت انزل، كسبت انزل. انا مثلا بلعب ب200 وبلعب ب500 علشان انا معايا رقم كبير بعرف اعوض. انت هيكون معاك ارقام قليلة، العب براحتك والعب بارقام قليلة علشان تقدر تعوض خسائرك. اهو جيت اسحب عند 1 ونص، ملحقتش اخش ب500 علشان اعوض. دلوقتي كده خسرت 200، فانا هخش ب500 علشان اعوض. تمام يا شباب. علشان تقدر تعوض فانت خش بداية بارقام قليلة، خش بارقام قليله علشان لما تخسر الرقم القليل ده انا هسيبها كمان الاتنين. اهو سحبنا، فزنا. ماشي. طيب لو انت طمعت هتخسر بنسبة مليون في المية. العب براحتك يا شباب. اهو دخلنا 200، بنلعب براحتنا ونكسب. نخسر ما نزعلش. ليه؟ علشان احنا بنلعب باستراتيجية معينة وعارفين ان احنا هنقدر نعوض. اهو. تمام يا شباب. اهو نلعب برضو ب200 تاني، نلعب ب200 تاني، نلعب ب200. اهو براحتنا. يلا. يلا.
حلو 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 قوي. تمام. بصوا يا شباب اهو، زي ما انتوا شايفين يا شباب اهو، بنلعب براحتنا خالص وبنكسب. بنلعب براحتنا خالص وبنكسب. وارد جدا نخسر، مش هقولك لا مش بنخسر، لا بنخسر. بس الفكرة ان انت ازاي تقدر تعوض خسارتك. تمام يا شباب اهو. الفكرة ان انت تقدر تعوض خسارتك، مش الفكرة انت تخسر وتسكت، لا. تقدر تعوض خسارتك اهو. بنلعب وبنكسب. لو فتحنا السجل اهو، تعالى اهو. بص يا شباب، لعبنا كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بص اهو. مكسب خسارة مكسب 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 خسارة مكسب 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 خسارة مكسب 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 اهو. يعني اعتبر يا جماعة ان احنا بنقول لك ان انت بنسبة 80 او 85%